تعالى اقولك نعمل بقى الصوبيا ازاي في البيت بطريقه سهله ورخيصه واوفر من بتاعه بره، والرغوه عاليه زي ما انتم شايفين كده، والكميه بسم الله ما شاء الله كبيره جدا جدا. كمان هتعمليه في البيت بخطوات سهله وبسيطه، من غير بقى ولا نشا ولا دقيق رز ولا اي حاجه خالص. المقادير سهله وبسيطه جدا جدا. نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الخطوه ديت مهمه جدا جدا في الفيديو. معايا جوز الهند هطحن بالظبط في المطحنه بتاعه الخلاط معيار نص كوبايه. البديل بتاعها البودرة بتاعة جوز الهند بتتباع عند العطار، هيبقى معلقة ونص كبيرة منها. تمام. لا اما ده لا اما دوت لا اما دوت. يبقى لا اما جوز الهند تطحنيها في المطحنة بتاعة الخلاط ناعم، لا اما تجيبي البودرة بتاعة طبعا جوز الهند بتتباع عند العطار، وهتحطي منها معلقة ونص كبار. هطحن بقى معايا نص كوباية كده بالظبط. وهنشتغل بقى ايه على طول. هجيب البولة هحط فيها نص كيلو سكر بودر، ممكن يزيد كمان نص كوباية، يعني السكر هنا حسب الرغبة. هحط كوباية كريم شانتيه خام. احط حوالي بالظبط نص كوباية لبن بودر، ونص كوباية زي ما بقول لكم بودرة جوز الهند اللي انا طحنتها في المطحنة، او البودرة بتتباع عند العطار حسب الرغبة. بس البودرة بتحطي معلقة ونص بس عشان بتبقى طعمها مركز جدا جدا. حطيت كيس فانيليا وهقلب كله كويس قوي كده بالشكل دوت. ممكن كمان كيسين فانيليا على المقدار دوت، فانيليا بودر، ما ينفعش فانيليا سايله خالص، لازم تكون الفانيليا بودر. وهقلب كله كويس يعني جدا جدا بالشكل ده. عايرت بقى كوبايتين لبن، واحط على كل كوبايه معلقه كبيره من البودره اللي احنا عملناها بتاعه الصوبيا، تضربهم في الخلاط كويس قوي قوي. هتدوقي طبعا، لو محتاجه سكر هتزودي، مش محتاجه خلاص. بس انا حاطه نص كيلو من السكر، ممكن يزيد كمان نص كوبايه. تمام. هتصبي بقى في الكوبايات بالشكل دوت. وكده انتي عملتي احلى صوبيا في البيت، والرغوه بتاعتها بتبقى عاليه. انا بحب اعمله بصراحه بجوز الهند المطحون دوت في البيت. في ناس تانية بتحب تجيب بودره جوز الهند طبعا من عند العطار، حسب الرغبه. يعني لو متوفر عندك البودره هتحطي معلقه ونص كبيره على المقدار، مش اكتر من كده. لو مش متوفر عندك هتطحني جوز الهند في المطحنه، تعملي بالشكل ده، هيطلع معاكي تحفه. نص كوبايه جوز الهند كده بالمقدار اللي انت شفتوه، المعيار الكوبايه اللي احنا بنعاير بيها، هنعاير بيها كل المقادير. خلاص اهي. بصوا بقى، شايفين بقى الجمال؟ ما اقولكوش حلو جدا جدا. لو بتحبي جوز الهند يبقى اكتر واكتر، ممكن تزودي كمان يبقى كوبايه الا ربع جوز الهند. بس هي كده المقدار مظبوط. والسلام عليكم.